بنت شجاعة متربية في الجبل بتكتشف إنها مخطوبة لأمير هادي وحكيم من أيام طفولتهم، ولكن الموضوع مش بيعجبها، وعلشان كده بتسعى بكل الطرق إنها تفسخ الخطوبة لحد ما بيضحي الأمير بحياته علشان يحميها من الموت، وبيدخل في غيبوبة لأيام وأسابيع. ومن هنا بتبدأ مشاعر بطلتنا تتغير، وبقت هي اللي بتسعى علشان تكون جنب الأمير وتحميه. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ وهل الأمير هيفوق من الغيبوبة ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه في مسلسلنا النهاردة. وقبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد. ويلا بينا نبدأ عظمة النهاردة. بيبدأ المسلسل مع بنت اسمها جيو، وهي راجعة لمدينتها بعد ما قعدت سنين في الجبل تتعلم كل فنون القتال. ومن أول ما بتدخل جيو للمدينة بتشوف عدد كبير من الرسامين بيبيعوا صور للأمير رونغ، وكل البنات بتقف تشتري الرسومات وهم مبهورين بيه وبجماله. وده بيخلي جيو تتضايق وبتقول على الأمير رونغ إنه مش هيقدر يغير حقيقة إنه تافه وغبي بسبب وسامته. في الوقت ده بتلاقي جيو أخوها ليه في انتظارها، اللي بياخدها علشان يوصلها لقصر والدهم الجنرال. في نفس الوقت اللي بيكون الجنرال في اجتماع مهم وبيبان إنه متعصب جدا ومتضايق من اللي بيتقال في الاجتماع. وبرغم كده أول ما بيعرف إن جيو وصلت وبيخرج بنفسه يستقبلها، وبيكون مبسوط إن بنته رجعت بعد غياب سنين عن البيت، وده بيبان عليه وعلى طريقته في استقبالها، لدرجة إنه بيتجاهل ابنه ليه تماما. وبيعرف جيو إنه هياخد باقي اليوم أجازة علشان يقضيه معاها وكمان يخرجوا سوا. وفعلا بيخرج معاها والدها في نفس اليوم وبيروح يشتري لها كل اللي بتطلبه منه. في الوقت ده بيشوف الجنرال بنت بتجهز نفسها للفرح، ووقتها بيقرر إنه يفتح مع جيو موضوع مهم كان مخبيه عليها من زمان، وبيعرفها إنها كبرت وإنها حاليا بقت مستعدة تعرف الخبر اللي قرروا نيابة عنها. بيفاجئها والدها لما بيقول لها إنها مخطوبة من صغرها، ومش بس كده دي كمان بتتصدم لما بتعرف إن خطيبها يبقى الأمير رونغ. وبيعرفها والدها إن الملك والد الأمير رونغ طلب إيديها لابنه من سنين أيام ما كانت في الجبل، ولأن والدها عايز مصلحتها بيوافق لأنه بيشوف إن الأمير رونغ هيكون مناسب لبنته. وبالرغم إن جيو بتكون رافضة تماما كل اللي والدها بيقوله، إلا إنها بتضطر تمثل إنها موافقة لحد ما تفكر في حل تقدر تخلع بيه من الجوازة اللي لقت نفسها اتدبست فيها دي. تاني يوم بتنزل جيو تتمشى في المدينة، ووقتها بتسمع الأهالي بيتكلموا عن الأميرة اللي بتزور المدينة وإنها أميرة جميلة، ومع ذلك بيكون مفيش أي حد يعرف شكلها نهائي، وده لأنها دايما بعيدة عن الأنظار ومش بتخرج من عربيتها. ووقتها بتشوف جيو عربية الأميرة واقفة بعيد، فبيجي لها فضول تعرف الأميرة اللي بيتكلموا عنها. وعلشان كده فالتاني لما بتشوف العربية بتتحرك بره المدينة فبتمشي وراها، وبتشوف حراس الأميرة وهم واقفين يتخانقوا مع قطاع الطريق واللي بيكونوا عايزين ياخدوا كل الفلوس اللي معاهم. ولكن ساعتها بتظهر جيو وبتستخدم قدراتها اللي اتعلمتها في الجبل، وبتقف قدام قطاع الطرق بكل شجاعة، اللي في البداية أول ما بيشوفوها بيضحكوا وبيتريقوا عليها، وده لأنها يبان عليها إنها بنت ضعيفة، لكنهم بيتصدموا لما بيشوفوها فازت على زعيمهم وبحركة واحدة خلته مش عارف يتنفس، فبيترعبوا منها. وعشان كده لما بتأمرهم يرجعوا بالفلوس اللي أخدوها بيرجعوها فورا، وبعدها بيهربوا. بعدها بتروح جيو تكلم الأميرة اللي بتكون في العربية، وبتعرفها إنها مش هتقدر تسافر لوحدها مع حراسها، وعشان كده بتعرض عليها إنها تسافر معاها علشان تحميها. وساعتها بنكتشف إن اللي في العربية يبقى الأمير رونغ، اللي بيفرح جدا لما بيعرف إن جيو رجعت للمدينة تاني، وده لأنه بيحبها من زمان، وعلشان كده بيرفض إنه يقول لها على هويته الحقيقية علشان تكمل معاه الرحلة. بيبلغ الحراس إنه موافق إن جيو تنضم لرحلتهم، ولما بيجي الليل بيكونوا قربوا من قصر في الغابة تبع الملك، وعلشان كده بيقرر الأمير إن هم يباتوا فيه لحد تاني يوم علشان يرتاحوا وبعدها يكملوا رحلتهم. بعدها بيروح رونغ بنفسه علشان يطمن عليه جيو، لكنه بيقف من ورا الستارة علشان ما تقدرش تتعرف عليه. ساعتها بتشوف جيو بتفكر إنها الأميرة، وعشان كده بتقول لها إنها تعبانة جدا من السفر، فبيخرج رونغ من عندها وبيروح يحضر لها الدواء بنفسه وبيسيبه ليها قدام باب الأوضة. ولما بتفتح جيو بتشوفه بتفرح جدا وبتشربه علشان تتحسن. تاني يوم بتوصل جيو للمكان اللي عايزينه، وبعدها بتسيبهم يكملوا
يكملوا رحلتهم لوحدهم، ولكن قبلها بتشكر الأميرة على العلاج اللي قدمته ليها، فبيتوتر رونغ وبيتحرج قدام حراسه، علشان كده بيأمرهم يتحركوا فورا. وبيعدي شهر، وفي الوقت ده بنشوف جيو وهي بتفكر مع لي في حل علشان يتخلصوا من الجوازة، خاصة اللي معاه تحديد الجواز قرب. وساعتها بيقول لها لي ان مفيش ولا خطة بيفكر فيها قدر انه ينفذها، وعشان كده بتقرر جيو انها تروح بنفسها لرونغ وتعرفه انها مش عايزة تتجوزه. وفعلا بتتسلل لحد ما بتقدر تدخل القصر، ولما بيعرف رونغ انها في القصر بيكون مبسوط، وده لانه مفكر انها جات قبله وتتعرف عليه. في نفس الوقت اللي بتكتشف فيه جيو ان والدها في قصر الملك، ومش بس كده ده كمان بيشوفها وبيطاردها، فبتهرب منه جيو بسرعة قبل ما يتعرف عليها، ولحد ما بتوصل لأوضة رونغ. ساعتها بيعرف رونغ باللي بيحصل، وعشان كده بينقذ جيو. بيقول للجنرال انه هيخلي رجالته يدوروا على الشخص اللي دخل القصر، وده بيسمح لجيو انها تلحق نفسها وتهرب من القصر وترجع لبيتها. وبمجرد ما بترجع بتلاقي والدها راجع وراها، وبيعرف عيلته ان حفلة الموسم الفلكي هتكون تاني يوم، واللي بيكون بيحضرها وبيقرأ المصير هو ورونغ بنفسه. ولما بتعرف جيو ان رونغ هيحضر الحفلة بتطلب من والدها ان هي كمان تروح، ولكن والدها بيرفض، وده لانه عارف انها اكيد هتعمل مصيبة. ولكن طبعا جيو مش بتستسلم، وتاني يوم بتاخد بطاقة دعوة بتاعة اخوها لي علشان تدخل بيها الحفلة وتقابل رونغ. وفعلا بتتنكر جيو، بتروح الحفلة ببطاقة لي، ووقتها بتلاحظ رقم مكتوب على البطاقة، ولما بتسأل عنه بتعرف ان الامير رونغ بيختار رقم عشوائي علشان يشوف مصيرهم ويقول لهم عليه. بتدخل جيو الحفلة، وهناك بتقابل الرسام اللي بيرسم الكتب المصورة لرونغ، وقتها بيدي جيو كتاب فيه صور لرونغ وبيقول لها انه احدث نسخة، فبتضطر جيو انها تاخد الكتاب منه علشان تتخلص من زنه عليها. في نفس الوقت اللي بيبدأ فيه رونغ من قراءة المصير بيكون قاعد في الساحة، وبينه وبين الشعب ستارة بتعزله عنهم. ساعتها بتقرر جيو انها تدخل وتبوظ الحفلة، وبتقف قدام الكل وبتسأل اذا كان الامير رونغ بيعرف يقرا المصير فعلا ولا بيضحك عليهم، وبتقول انها مش مصدقة اللي بيعمله ولا مقتنعة بمعاملة الناس لسه، وكأنه ملاك مش بشر طبيعي. كل ده ورونغ بيسمعها وهو مصدوم، وده لأنه كان مفكر إنها بتحبه زي ما هو بيحبها. وبيقطع تفكيره صوت جيو وهي بتقوله يختار رقم ويعرف مصيره ويقوله قدام الكل، وفعلا بيختار رونغ رقم، واللي بيكون هو نفسه رقم جيو. وعلشان كده بتستغل جيو الفرصة وبتطلب منه يقول لها مصيرها في الجواز، فبيطلب منها جيو إنها تقرب منه علشان يحط إيده على دماغها، ووقتها هيقدر يشوف المصير ويقوله. ولما بتقرب جيو منه بتقوله بصوت واطي انها مش عايزة تتجوزه، وانها بتتمنى يكون مصيرهم هو الفشل في الجواز. في الوقت ده بيحصل هجوم قوي على المكان، وبيكون هدفه هو اغتيال الامير، ولكن جيو بتقدر تتصرف بسرعة وبتنقذ الامير وبتحميه بنفسها. ومش بس كده، دي كمان بتاخد سيف وبتجري ورا المجرمين اللي حاولوا يقتلوا الامير، وبتقدر انها تحاربهم بنفسها لدرجة انها بتطعن واحد فيهم. ولكن قبل ما تلحق تعرف مين اللي باعت المجرمين بيوصل باقي رجالته بيضربوها وبياخدوا صاحبهم وبيهربوا بسرعة. ساعتها بترجع جيو مع الحارس مرة تانية لقصر رونغ، وفي الوقت ده بتكتشف جيو ان ده نفس الحارس اللي كان معاها في الرحلة، فبتفكر انه ساب خدمة الامير علشان يخدم رونغ، وعلشان كده بتتخانق معاه. في نفس الوقت اللي بيشوفها فيه رونغ وبيشوف هدومها المقطوعة بسبب الهجوم اللي حصل عليها، وعشان كده بيحط شاله على كتفها وبيديها الكتاب اللي وقع منها وقت الهجوم، علشان تتصدم جيو لما بتلاقي نفس الكتاب اللي الرسام اجبرها تاخده، واللي كان عبارة عن صور لرونغ. فبتبرر له جيو انها مش عايزة الكتاب ولا حتى طلبته من الرسام، وبتمشي بسرعة وبترجع بيتها من الاحراج. وهناك بتلاقي اخوها لي في انتظارها، وبيقول لها ان اخو الامير رونغ مع والدهم وبيتكلموا سوا، فبتروح جيو بسرعة وبتستخبى علشان تسمع كلامهم. ساعتها بتسمعه وهو بيتكلم عن المجرمين اللي هجموا على رونغ، وبيقول انه شاكك في واحدة من العائلات اللي بينهم عداوة كبيرة. بعدها بيفتح موضوع الجواز رونغ وجيو، وبيطلب من والد جيو انه يحدد ميعاد الخطوبة في اسرع وقت. في الوقت ده بتدخل جيو بتقول انها عايزة تفسخ الخطوبة، وان ده مش قرارها لوحدها وانما قرار رونغ هو كمان. ساعتها بيكون اخوه مش مصدق وبيفكرها ان هي اللي حمته ودفعت عنه وقت الهجوم. ومش بس كده، دي كمان واقفة قدامهم ولابسة شاله، ودي علامات بتختلف تماما مع رغبتها اللي بتطلبها وهي انها تفسخ الخطوبة. ساعتها بيطلب منه والدها انه ما ياخدش بكلامها وانها اكيد بتهزر معاه، ولكن بعد ما بيمشي الامير بيتخانق معاها والدها وبيكون عايز يضربها بسبب الاحراج اللي بتسببه له طول الوقت.
في نفس اليوم بالليل بيكون رونغ واقف قلقان وحزين، وعلشان كده بيسأله مساعده لو كان حزين بسبب مصير جوازه هو وجيو اللي شافه. ساعتها بيفاجئه رونغ بيقول له انه ما شافش مصير الجواز، ولكن اللي شافه اصعب بكتير منه، وبيعترف انه شاف مصير جيو بعد 4 سنين وانها وقتها هتموت موتة بشعة، وده بيخلي رونغ قلقان عليها وبيقرر انه لازم يتصرف ويغير مصيرها مهما حصل ومهما وقف في طريقه. تاني يوم بتقرر جيو انها تكتب رسالة لرونغ وبتطلب فيها منه ان هما لازم يتقابلوا علشان يتكلموا في مصير جوازهم، وساعتها بتكون جيو مفكره ان رونغ بيخاف منها لانها شجاعه ومتربيه في الجبل، وعشان كده بتكتب له الرساله بصيغه تهديد علشان يخاف منها. لكن لما رونغ بيشوف الرساله مش بيفكر غير ان جيو عايزه تقابله، ولكنه في نفس الوقت بيكون رافض انه يقابلها بره القصر، ده غير الحراسه المشدده عليه بسبب اخر عمليه هجوم حصلت عليه، وعلشان كده بيبعت لها رساله بيقول لها فيها انه مش هيقدر يقابلها الفتره دي. ساعتها بتتعصب جيو اكتر وبتفكر انه خايف منها لدرجه انه مش عايز يقابلها، فبيقترح عليها اخوها انها تبعت له رساله رومانسيه يمكن يوافق انه يقابلها، وفعلا بتسمع جيو كلامه وبتبعت له بدل الرساله 10، وكل الرسائل بتوصل لرونغ وبيقراهم وهو مبسوط، لكنه في نفس الوقت مش بيرد عليها بولا رسالة، وده بيخليها تتضايق أكتر منه وتقرر إنها تروح للقصر بنفسها. وفي الطريق بتقابل الرسام اللي اداها الكتاب المصور، فبتتخانق معاه وبتهدده إنه لو شافته بيرسم أي كتب تاني لرونغ وبيبيع لها هتخلص عليه. ومش بس كده، دي كمان بتاخد منه كل النسخ اللي معاه علشان تتخلص منها. في نفس الوقت بيكون رونغ بيحاول يشوف مصير جيو وازاي هتموت، وبيقدر يشوف جزء من مستقبلها وهي بتحارب مجموعة من المجرمين، وبعد ما بتكون انتصرت عليهم بيقدر واحد منهم انه يطعنها في ظهرها، واللي بيشوفه رونغ بيخليه يقلق عليها جدا لدرجة انه بيقدر يروح عند قصرها علشان يشوفها ويطمن عليها. في نفس الوقت اللي بتقابل فيه جيو صديقها من الجبل واللي اسمه شينغ، بيكون شينغ ابن امبراطور البلاد، وبتحكي له جيو عن اللي حصل معاها من بعد ما رجعت للمدينة، وازاي والدها رتب خطوبتها وجوازها من الامير رونغ، وده برغم رفضها وانها شايفة انه ما ينفعش يبقى زوجها. ساعتها بيضحك شينغ عليها وعلى مشاكلها، لكنه بعدها بيعرفها انه مستعد يساعدها وانه حتى موافق ان هما يتجوزوا علشان بس تتخلص من رونغ. فبتتصدم جيو من العرض اللي عرضوا عليها لكنها مش بترد عليه. بالليل بترجع جيو للبيت وهي في حالة سكر بسبب المشروب الكحولي اللي شربته بكمية كبيرة، وساعتها بتكون بتفكر في كلام شينغ واذا كان فعلا عايز يساعدها او معجب بيها، وبتقول انه حتى لو كان مجرد زواج مزيف فهي هتكون موافقة بيه ومبسوطة كمان، وده لان شينغ شجاع وماهر في فنون القتال، وده اللي كانت بتتمنى ان يكون موجودة في جوزها. وفجأة بتشوف جيو رونغ واقف قدامها، ووقتها بتفتكر انه ما كانش بيرد على رسايلها وعلشان كده بتتخانق معاه، وبتقول له يعترف انه خايف منها وخايف انه يقابلها، ولكن رونغ بيقول لها انه مش خايف منها لكنه ما كانش عارف يقابلها مش اكتر. ساعتها بتسأل جيو ليه عايز يتجوزها، بتقول له انه لو اهله ضاغطين عليه زي اهلها تقدر انها تتصرف علشان الجوازه تفشل، ولكن رونغ بيصدمها لما بيقول لها انه عايز يتجوزها، وده لانه بيحبها من وقت طويل. ومش بس كده، ده كمان بيقول لها انه عايز يبقى جنبها دايما، وبيوعدها انه هيحميها من اي حاجه ممكن تاذيها لدرجه انه هيحارب علشان يغير مصيرها. وقتها بتكون جيو مصدومه من الاعترافات اللي بتسمعها من رونغ، وبتكون مش مستوعباها لدرجه انها بتتخانق معاه، وبتقول له انه عديم الفايده وانه حتى ما يعرفش في امور القتال، وانها كانت بتتمنى يكون جوزها شجاع مش مجرد شاب وسيم زيه. ومش بس كده، دي بتكون كمان عايزه تضربه. ساعتها بيتدخل واحد من الحراس وبيرمي جيو بابره بتخدرها، وده علشان توقف تنمر واهانه في رونغ، ولكن وقتها رونغ بيتضايق منه وبيطلب منهم ان بعد كده ما حدش يتدخل بينه وبين جيو مهما حصل بينهم. وبيبعت رونغ رساله لاخو جيو الكبير وبيطلب منه انه ياخد جيو يهتم بيها لانها متخدره، ولكن اخوها بيرفض وبيقول له انه كان السبب في حالتها وعلشان كده لازم هو اللي يهتم بيها. وفي الواقع بتكون دي خطه من اخو جيو، وده لانه عايزها تقضي وقت اطول مع رونغ علشان تتعرف عليه يمكن تغير رايها فيه. وفعلا بيضطر رونغ انه ياخد جيو لقصره علشان يهتم بيها لحد ما تفوق. تاني يوم بتفوق جيو بتلاقي نفسها في قصر رونغ، ومش بس كده، دي بتفتكر كمان كل الكلام اللي قالوا ليها امبارح، وعلشان كده بتتعصب وبتمشي من القصر وهي في قمة غضبها. ولما بيعرف رونغ انها مشت من القصر بدون ما تقابله بيتضايق،
لكنه في نفس الوقت بيقرر يبعت رسالة لوالدها وبيعرفه فيها انه لازم يحمي جيو، وده لانها في خطر كبير. في الوقت ده بيكون الجنرال والد جيو معزوم في القصر بتاع الامبراطور على حفلة كبيرة، وبيطلبوا منه ان كل اولاده يكونوا معاه في الحفلة، وعشان كده بيضطر الجنرال انه ياخد جيو معاه، لكنه بيحذرها اكتر من مرة انها لازم تتصرف بأدب في قصر الامبراطور. طبعا جيو مش بيهتم بولا كلمة من كلامه، لدرجة انها اول ما بتدخل للقصر بتضرب ولي العهد اثناء ما كانت بتلعب معاه. ومش بس كده، دي كمان بتسخر من واحدة من عيلة الامبراطور لما حاولت تتريق عليها، ومع ذلك بتعجب بها الملكة وولي العهد وبيعجبوا بخفة دمها. ولما بيجتمع الكل علشان الاحتفال بيتكلموا عن التحالف اللي ممكن يحصل بين الامبراطور والجنرال، وساعتها بيتدخل الامير شينغ وبيفاجئ الكل لما بيطلب ايد جيو، بيطلب انه يتجوزها. وساعتها بيكون الجنرال مصدوم من طلب شينغ، وقبل ما يعترض ويقول ان جيو مخطوبة بيعترض كل مساعدين الملك على طلب شينغ. بيبداوا يقولوا عيوب جيو انها ما تنفعش تكون زوجة للامير، وده لانها لسه راجعة من الجبل قبل شهرين. ومع ذلك من ساعة ما رجعت وبتحصل فوضى كبيرة في المدينة. ومش بس كده، دي دايما كل المشاكل اللي بتحصل في المدينة بتكون يا إما هي سببها يا إما مشتركة فيها، ده غير تصرفاتها الطايشة واللي مش بتحسبها ولا بتفكر فيها. وده طبعا بيخليها غير مؤهلة إنها تكون زوجة للأمير شينغ ابن الإمبراطور. ساعتها بيكون الجنرال والد جيو في قمة إحراجه من اللي بيسمعه، أما جيو نفسها بتكون مش مهتمة باللي بيتقال ولا حتى فارق معاها. في الوقت ده بيظهر الأمير رونغ، واللي بيكون هو كمان معزوم على نفس الحفلة. وبمجرد ما بيدخل رونغ للقصر وبيسمع كل الاتهامات اللي بتتوجه لجيو، بيقف وبيدافع عنها وبيمنع اي واحد تاني من الموجودين انه يتكلم عليها. وبيعترف رونغ قدام الكل ان جيو تبقى خطيبته، وده معناه انها ما ينفعش تبقى خطيبة لاي حد تاني. ساعتها بيتفاجئ الكل من اعتراف رونغ، اما جيو فبتكون متضايقة من اللي عمله وانه حطها تحت الامر الواقع علشان تقبل بجوازهم. ولكن شينغ بيكون مش مهتم بكل اللي رونغ بيقوله، وبيقول له انها لسه مجرد خطوبة، وده معناه انه لسه في امل ان الجواز ما يكملش ويتجوز هو جيو. لكن طبعا رونغ مش بيوافق على كلامه، بيقول له ان هو وجيو مخطوبين من صغرهم بعد اتفاق بين والده ووالدها، وده معناه ان العلاقة بينهم من سنين طويلة واكيد هتكمل. ساعتها بتكون جيو عايزة تعترض على كلامه، ولكن والدها بيمنعها. ولما بيفقد شينغ الامل من رونغ بيقرر انه يستخدم اسلوب التهديد، وعلشان كده بيهدد الكل انه مش هيكمل التحالف اللي بينهم لو ما اتجوزش جيو. ساعتها بيبعت له الامبراطور رسالة بتخليه يتراجع عن قراره، وبيتعصب شينغ علشان كده بيسيب الحفلة وبيمشي. اما الامبراطور فبيبارك لرونغ على الخطوبة، بيقول له انه هيتكفل بكل تجهيزات الفرح. وساعتها بتكون جيو في قمة غضبها، لكنها بتكون مضطرة انها تمثل انها موافقة على كل اللي بيحصل. وبعد الحفلة بيطلب الامبراطور يقابل الجنرال وابنه الكبير على انفراد، فبيروحوا الاتنين علشان يقابلوا الامبراطور. وساعتها بيطلب منهم الامبراطور ان هم يتولوا حماية مجموعة كبيرة من المدن اللي في الامبراطورية، وده لانه بيثق فيهم جدا. ولكن الجنرال بيعتذر للامبراطور وبيقول له ان سن كبير وانت مش هيقدر يحمي كل المدن دي زي ما كان بيعمل زمان وقت الشباب، وعشان كده بيقترح عليه اسم جنرال تاني يحمي المدن مكانه. ولكن في الحقيقة بيكون الجنرال رفض علشان يفضل جنب جيو ويحميها من اي خطر ممكن تتعرض له. في نفس الوقت بتكون جيو قاعدة في ساحة القصر متضايقة من اللي حصل علشان بتتفاجئ بمجموعة من البنات وهم بيتكلموا عليها. ومش بس كده، دي كمان بتقف واحدة منهم وبتهاجم جيو وبتقول لها انها واحدة مخادعة، وده لانها كانت مبسوطة بعرض الجواز اللي قدمه شينغ برغم انها مخطوبة من الامير رونغ الوسيم واللي كل البنات بتتمناه. ومش بس كده، دي كمان بتقول لها ان المدينة كلها عارفة انها امبارح كانت بايتة معاه في القصر. ساعتها بتتعصب جيو جدا من اللي بتسمعه، وبتفكر ان رونغ هو اللي نشر الاشاعات دي علشان يجبرها تتجوزه. علشان كده بتطلع تجري ورا عربيته بحصانها لحد ما بتوقفه في نص الطريق، وبتاخده بالاجبار من الحراس، وبتروح لاقرب فندق وبتحجز فيه اوضه علشان يتكلموا بعيد عن الناس. ساعتها بتتخانق معاه جيو، بتساله ليه مطلع عليها اشاعات وليه عايز يتجوزها برغم انها مش عايزه تتجوزه، وقالت له كده اكتر من مره. ساعتها بيتصدم رونغ من رفضها ليه، وبيفكرها بالرسائل اللي كانت بتبعتها له واللي كانت كلها رومانسيه. فبتعترف له انها كانت مجرد مشاعر مزيفه، وانها عملت كده علشان تستدرجه وتقابله علشان تقول له انها مش عايزه تتجوزه. فبيتصدم رونغ من اعترافها، ولكن جين بتفاجئه لما بتفكره بالكلام اللي قالته ليه امبارح لما عرفته انها مش عايزاه يكون جوزها لانه ضعيف. وده بيفاجئ رونغ اكتر لانه كان فاكر انه مجرد كلام عابر لما كانت مش في وعيها.
في الوقت ده بيعرف والد جيو بمكانها من حراس رونغ، وعشان كده بيوصل وبياخدها من الفندق وبيعتذر لرونغ على التصرفات الغبية اللي بتتصرفها بنته معاه. ولكن وقتها بيكون رونغ في عالم تاني مصدوم من اللي اكتشفه، وهو ان جيو فعلا مش عايزاه ولا بتحبه ولا حتى عايزة تكون في مكان قريب منه. وبسبب كلام جيو بيقعد رونغ طول الليل حزين وبيفكر فيه. اما عند جيو فبيكون والدها في قمة غضبه منه، وده بسبب انها دايما بتسبب له الاحراج بتصرفاتها المتهورة. بيقرر الجنرال انه يضربها كعقاب على كل اخطائها اللي ارتكبتها من ساعة ما رجعت الجبل. ساعتها بيعرف اخوها باللي بيحصل، وعلشان كده بيروح علشان يدافع عنها. اما اخوها الكبير فبيسيب والدهم يأدبها، وده لانه بيكون شايف ان جو فعلا محتاجة تتعاقب. تاني يوم بيعرف رونغ بعقاب الجنرال لجيو وانه مش بيخرجها من اوضتها، علشان كده بيروح للقصر وبيتكلم معاه وبيعتذر نيابة عن جيو عن كل المصايب اللي عملتها، وبيطلب منه انه يخفف العقاب من على جيو. ولكن الجنرال بيرفض، وده لانه بيكون شايف ان جيو تستاهل العقاب. في نفس الوقت اللي بيوصل فيه خبر للجنرال ان جو عامله اضراب عن الاكل ورافضه تاكل تماما، وده بيخلي رونغ يقلق عليها اكتر. في الوقت ده بتكون جيو في اوضتها عايشه حياتها وبتاكل وكمان بتقرا القصص المصوره، ولكنها مثلت انها مكتئبه علشان والدها يتراجع عن قرار عقابها. وبتخرج جيو تتمشى وزوجة اخوها كمان معاها، وبتسالها اذا كانت بتحب اخوها. وقتها بتعترف لها ان جوازهم كان مترتب عن طريق الاهالي، وانها ما شافتش جوزها غير مرات قليله قبل الجواز، ومع ذلك بعد ما اتجوزوا حبوا بعض. وعلشان كده بتقول لها ان مش دايما لازم تحب قبل ما تتجوز، وبتنصحها انها تدي فرصه لرونغ، وده لانه شاب كويس وبيحبها. ولكن طبعا بتكون جيو رافضه الكلام او حتى تديله فرصه، وبتطلب من زوجة اخوها انها تكلم والدها علشان يسمح لها تخرج، وده لان مهرجان الالعاب الناريه النهارده وكانت نفسها تحضره. في نفس الوقت اللي بيكون رونغ والجنرال خارجين فيه من القصر وبيسمعوا كلام جيو، وعلشان كده بيطلب رونغ من الجنرال انه يسمح لها تحضر المهرجان، وطبعا بيوافق الجنرال على طلب رونغ. بتخرج جيو وبتحضر المهرجان وهي مبسوطه بالاجواء اللي فيه، وبتلاحظ ان معظم البنات بتصلي وبتدعي ان هم يتجوزوا اللي بيحبوهم، وده بيخلي جيو تتريق عليهم. في الوقت ده بتتفاجئ جيو ان رونغ هو كمان بيحضر المهرجان، ولما بتشوفه بتكون عايزه تمشي وتسيبه، ولكن رونغ بيوقفها بيقول لها انه عايز يتكلم معاها. وبيطلع الهديه اللي جو المفروض اديتها للاميره ساعه الرحله. وقتها بتبدا جيو تجمع كل الخيوط، وبتتصدم لما بتعرف ان اللي كان في العربيه وقتها يبقى رونغ مش الاميره، وهو نفسه اللي دخل اوضتها وكمان حضر لها المشروب لما كانت تعبانه. ساعتها بيبرر لها رونغ اللي عملته، بيقول لها انه كان عارف انها ترفض تكمل الرحله لو عرفت حقيقته، وعشان كده خباها لانه كان عايز يقضي معاها وقت اطول. وبتاسف لها انه كذب عليها، وبيطلب منها ان هم يبداوا صفحه جديده سوا. ولكن جيو بترفض تماما، وبتقول انها مستحيل تكمل حياتها مع انسان كذاب، وبتترجاها انه يسيبها لانها ما بقتش مستحمله تقابله ولا تشوفه مره تانية. وبتجري جيو من قدامه وبتسيب رونغ مصدوم وحزين من كلامها القاسي. في نفس الوقت اللي بتوصل فيه جيو بتلاقي الشنغ في انتظارها، فبتفرح انها شافته مره تانية، وبيعرفها شنغ انه مسافر من المدينه، لكنه لما يرجع هيحل مشكلتها وهينقذها قبل ما تتجوز رونغ. ومش بس كده، ده كمان بيديها دواء وبيعرفها ان اللي بيشربه بيفقد مشاعره ومش هيعرف يحب تاني. علشان كده بيطلب منها انها تحطه لرونغ في الاكل، وده لانه هيخليه يبطل يحبها. فبتقتنع جيو بالفكره. تاني يوم بيتفاجئ الجنرال بزياره رونغ، وبيتصدم لما بيطلب منه انه يوافق على الغاء خطوبته هو. وبتقتنع جيو بالفكره. تاني يوم بيتفاجئ الجنرال بزياره رونغ، وبيتصدم لما بيطلب منه انه يوافق على الغاء خطوبته هو وجيو. ولما بيسال الجنرال عن السبب بيرفض رونغ انه يقول السبب الحقيقي، وبيقول له انه بيتمنى ان جو تلاقي فتى احلامها اللي بتتمناه وتحبه. وبيبان على رونغ التاثر وهو بيتكلم عن جيو، وبيقول انها عاشت في الجبل سنين ما تعرفش اي حاجه عن الحب، ولكن عارف احساس الحب واللي بيكون اهم حاجه فيه انه يشوف حبيبه سعيد، وعلشان كده بيختار سعادتها حتى لو على حساب سعادته. فبيفهم الجنرال ان رونغ هيفسخ الخطوبه بناء على رغبه جيو، وعلشان كده بيرفض تماما طلبه، وبيقول له يراجع قراره مره تانية. في
في الوقت ده بيكون الجنرال متعصب جدا من جيو وتصرفاتها الطايشة، علشان كده بيمنعها من الخروج من البيت لمدة 6 شهور، وده بيضايق جيو لانها بعد كده مش هتقدر تقابل رونغ ولا تحط له الدواء. علشان كده بتحاول كذا مرة وبأكتر من طريقة انها تهرب من القصر، ولكن في كل مرة بتلاقي اهلها بيراقبوها وبيرجعوها تاني لأوضتها. اما رونغ فبيكون في قصر الامبراطور، وده علشان يودعه قبل ما يسافر من المدينة. وهو خارج من القصر بيقابل ولي العهد وبيعرف من رونغ انه رايح للمعبد اللي في الجبل للتأمل، وساعتها بيحس ولي العهد ان في مشكلة بينه وبين جيو. في نفس الوقت اللي بتخطر فكرة في بال جيو فبتنفذها فورا، وهي انها تبعت رسالة لولي العهد بتعزمه فيها انه يروح قصرهم ويلعبوا سوا. ولما بتوصل الرسالة لولي العهد بيوافق فورا وبيتحرك مع حراس القصر الجيو، وبيتفاجئ الجنرال من زيارته، ولكن ولي العهد بيعرفه انه جاي علشان يقابل جيو ويقضوا وقت سوا. وفعلا بيروح لها ولي العهد اوضتها، ووقتها بيحكي لها على رونغ وانه سافر من المدينة ومش هيرجع غير بعد شهور. ساعتها بتتصدم جيو وبتقرر انها لازم تلحقه قبل ما يسافر علشان تديله الدواء. علشان كده بتطلب من ولي العهد انه يساعدها ويخرجها من القصر، وفعلا بيساعدها ولي العهد وبيخرجها في واحد من الصناديق اللي كان فيها هدايا لجيو. وبعد ما بيخرجوا من القصر بتشكره جيو على مساعدته، وبتاخد حصان منه وبتتحرك للجبل علشان تقابل رونغ في نفس الوقت اللي بيكون رونغ بدأ رحلته. وساعتها بيشوفوه نفس المجرمين اللي حاولوا يقتلوه، فبيمشوا وراه لحد ما بيوصل رونغ في مدينة، فبيقرر انه يرتاح فيها ويكمل رحلته تاني. بمجرد ما بينزل من عربيته بيتصدم لما بيلاقي جيو واقفة قدامه، ومش بس كده دي كمان بتمسك ايده وبتساعده علشان ينزل من العربية. وساعتها بيستغرب رونغ بيسألها عن السبب اللي خلاها تيجي وراه، فبتقول له انه خرج من المدينة من قبل ما يودعها، وان مش معنى انها عايزة تفسخ الخطوبة اللي بينهم يبقى هو عداوة. وعشان كده بتعرض عليه ان هم يتعاشوا سوا النهارده، فبيوافق رونغ فورا. وفعلا بيروحوا مطعم علشان يتعشوا، وقتها بتتأسف له جيو على كل التصرفات المتهورة اللي عملتها معاه، وعلى كل مرة أحرجته أو حتى أذت مشاعره بسبب قسوتها. فبيقول لها رونغ انه مسامحها، وده لانه برضه اتصرف غلط وخلاها تتضايق وتزعل منه. وبيتفقوا الاتنين ان هم يبداوا صفحه جديده، ولكن المره دي وهم اصحاب. بتبدا جيو تساله عن التنجيم واذا كان بيحس بالملل من مراقبه النجوم، لكن رونغ بيقول لها انه شغل ممتع، وانه بمجرد ما بيتامل النجوم بيقدر يعرف مصير كل انسان، واذا كانت حياته فيها فرح او حزن او حتى كانت قصيره. وبيعرض عليها انه يحكي لها قصه الامبراطور السابق للبلاد، فبتوافق. وبيبدا رونغ يحكي لها ان الامبراطور كان بيحب بنت جميله وهي كمان كانت بتحبه، ولكن بسبب التنجيم الغلط بيعرف ان مصيرهم هيكون مأساوي لو اتجوزوا، وعشان كده بيجبروا والده انه يسيبها ويتجوز بنت تانية غصب عنه. وساعتها بتنهار حبيبة الامبراطور لدرجة انها بترمي نفسها في النهر وبتموت. اما الامبراطور فبيعيش طول حياته حزين على فراقها وموتها. وقتها بتتأثر جيو جدا من القصة وبتكون متضايقة لأن الإمبراطور خسر حب حياته بسبب غلطة. في الوقت ده بيوصل العشاء، فبيقعدوا علشان ياكلوا، وساعتها بتستغل جيو الفرصة وبتحط الدواء في مشروب رونغ من غير ما ياخد باله. ولما بيجي رونغ علشان يشربه بتمنعه جيو من البداية، بتشكره على كل حاجة عملها عشانها وإنه كان دايما بيهتم بيها وبيحميها برغم إنه ضعيف في فنون القتال. وفي النهاية بتسيبه يشرب المشروب اللي كان في الدواء، ولكن بعدها بتعرض على رونغ ان هم يكملوا باقي اليوم سوا وان هم ينزلوا للمدينة يحضروا المهرجان. وفعلا بيوافق رونغ وبينزل الاتنين سوا وبيستمتعوا باجواء المهرجان، واللي بتكون اجواء جديدة على رونغ واول مرة يعيشها. بعدها بيقعد الاتنين سوا يتكلموا، وبتسأله جيو عن السبب اللي مخليه دايما مبتسم. ساعتها بيقول لها رونغ انه تعود يتحكم في انفعالاته، وانه دايما مضطر انه يبتسم علشان يهدي الامور بين اتنين بيتخانقوا، او حتى يبتسم في الوقت اللي بيكون متضايق فيه، وده لانه ما عندهوش رفاهية انه يتكلم حتى لو متضايق، على عكس دايما بتتصرف بطريقة اللي حاسة بيها وده بيحسدها عليه. ووقتها بيفكرها بقصة الامبراطور وبيقول لها ان لو الامبراطور كان انفصل عن حبيبته وقت ما كانت صغيرة وقبل ما تتعلق وتحبه كان زمانها عايشة وسعيدة، وساعتها كان هيبقى قلب واحد بس اللي اتكسر وهو قلب الامبراطور، وده افضل من ان الاتنين قلبهم يتكسر. وعلشان كده بيقرر انه فعلا ينفصل عن جيو.
بيقول لها انه مستعد قلبه يتكسر في مقابل انها تعيش حياة سعيدة. ولما بتيجي جيو تسلم عليه قبل ما تمشي، بمجرد ما بيلمس رونغ ايديها بيشوف مصيرها وانها بعد لحظات هتتصاب بسهم في ظهرها، وعشان كده وبدون تردد بيحميها رونغ وبيقف مكانها، فبيتصاب هو بالسهم في كتفه. وساعتها بيظهر المجرمين واللي بيكون المرة دي عايزين ينتقموا من جيو لانها قتلت واحد منهم. وبالرغم ان جيو مش بيكون معاها سهم او سيف زي اللي معاهم، الا انها بتقف قدامهم بكل شجاعة. ومش بس كده، دي كمان بتقدر لوحدها انها تحاربهم وتقضي على كتير منهم. ولكن في النهاية بيقدر واحد منهم يصيبها في ايديها اصابة خطيرة. ساعتها بيتدخل رونغ وبيقول للمجرمين انه مستعد يضحي بحياته مقابل ان هم يسيبوا جيو تعيش. وقتها بيوصل حراس رونغ وبيقبضوا على المجرمين، وساعتها رونغ بيحضن جيو وهو منهار وبيتأسف لها انه ما قدرش يحميها. وفجأة بينزف رونغ وبيقع هو كمان مغمى عليه. وبيعدي شهر على الحادثة، وفي الوقت ده بنشوف كل المدينة وهي بتتكلم عن الأمير رونغ اللي كان بيتنبأ بمصير كل الناس لكنه فشل يتنبأ بمصيره. وفي الوقت ده بنعرف ان الأمير رونغ في غيبوبة بقاله شهر، وان كل دكاترة المدينة احضروا في علاجه ولكن بدون فايدة. وده اللي خلى اخوه الكبير يكون في قمة غضبه، وبيعذب المجرم اللي ضربه علشان يقول له على نوع السم اللي كان في السهم لكنه مش بيقول له. في نفس الوقت بتكون جيو في قصرها بتتحسن من إصابة ايديها اللي بسبب الجرح اللي فيها بتكون مش قادرة تحركها. وعلشان كده بيحاول اخوها ليه انه يساعدها ويخفف عنها، لكنه بمجرد ما بيخرج من عندها بينهار بسبب حالتها. وقتها بنعرف ان هم مخبيين على جو حقيقة ان رونغ في غيبوبة بقاله شهر، وده علشان ما تأثرش وتتحسن في اسرع وقت. وفي يوم بتخرج جيو مع صاحبتها علشان تشتري أسلحة جديدة. في الوقت ده بتقابل البنت اللي اتنمرت عليها في قصر الإمبراطور. لما بتشوف البنت حالتها والإصابة اللي في إيدها بتستغل الفرصة وبتسحبها المكان فاضي وبتبدأ تضرب فيها هي وأخوها. وبتستغل إن جيو مش قادرة تدافع عن نفسها. وفي نفس الوقت اللي بتشوف فيه جيو رونغ وهو في عربيته، وقتها بيكونوا بينقلوه من القصر لمركز التنجيم، وده لأنه مكان أفضل لرونغ. بتنادى عليه جيو علشان ينقذها، وده لأنها ما تعرفش إنه في غيبوبة. فبتتريق عليها البنت وبتقول لها انها بتطلب المساعده من واحد في غيبوبه، وانه دخل الغيبوبه بسببها بعد ما اخذ السهم مكانها. فبتتصدم جيو من اللي بتسمعه، وفجاه بترجع لها قوتها من تاني وبتدافع عن نفسها وبتضرب كل اللي ضربوها. بعدها بترجع للقصر وهي منهارة وبتسأل عن اللي حصل لرونغ. فبيضطر والدها انه يحكي لها وبيقول لها ان رونغ دخل في غيبوبة من بعد اصابته بالسهم. ساعتها بتنهار جيو بتحس بالذنب لانه كان بيحميها هي. ولكن وقتها بتفتكر الدواء اللي حطته له في المشروب واللي وقتها قال لها شينغ انه ملوش اي علاج. وبتحاول جيو تفضل معاه اطول وقت ممكن علشان حالته تتحسن. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ وهل حالة رونغ هتتحسن فعلا؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الثاني من مسلسلنا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ما تنساش تكتب لنا في التعليقات ايه اكتر مشهد عجبك في المسلسل. سلام.